ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. فيديو جديد، والفيديو بتاع النهارده هشارك معاكم فيه باذن الله الغدا بتاعنا. يعني النهارده هيكون الفيديو عباره عن طبخ وبس، بس هنعمل فيه كذا اكله مع بعض. يعني الغدا كله بتاعنا كده على بعضه، مش مجرد ان هي اكله كده وخلاص. فلو عجبكم الفيديو ما تنسونيش بقى باللايك، وكمان كومنت حلو كده زيكم يا حلوين علشان تشجعوني. ولو كنتوا اول مره بتشوفوني ما تنسوش الاشتراك في القناه. زي ما شفتم كده بقى ايه. اول حاجة كان معايا هنا الدبابيس دي. انا غسلها كويس جدا جدا ونقعاها ومصفياها، وكمان عامله لها فتحات كده بالسكينة علشان تشرب التتبيلة، وكمان علشان تستوي معايا كويس. بعد كده بدأت ان انا بقى اتبلها، والبولة التانية دي فيها دقيق علشان انا هستخدمه يعني كمان شوية هتعرفهم في ايه. فالتتبيلة اللي انا هتبل بيها الدبابيس هي اللي انا هتبل بيها الدقيق. فقلت بقى ايه احطهم جنب بعض كده علشان اتبل كده ايه مرة واحدة. كل اللي انا تبلت بيه عبارة عن ملح وفلفل اسود وبابريكا وال11 بهار بتاعت كنور. اللي تبلت بيه الدبابيس هو اللي تبلت بيه الدقيق. هنا بقى بدأت أقلب الدقيق كده كله مع بعض علشان خاطر ايه يبقى جاهز معايا على الاستخدام على طول. ابقى كسبت خطوة كده، ويعني ايه جهزت حاجة من اللي انا هستخدمها كمان شوية. وبعد كده الدبابيس بقى بدأت ان انا اقلبها كويس جدا جدا في بعض علشان كلها تاخد نفس التتبيلة كده، متبقاش حتة متبلة كويس وحتة لأ. وبدأت ان انا اعمل لها مساج كده علشان خاطر ايه يعني تشرب التتبيلة كده كويس. فلازم ادلعها بقى علشان هي كمان تطلع حلوة كده وتدلعنا. فالمهم انا يعني بدأت ان انا ادلك كده كل دبوس بالتتبيلة واقلب كده كويس جدا علشان خاطر ايه انا هسيبها في التتبيلة شوية لحد بعد يعني بعد شوية اعمل صنف تاني، وبعدين ابدأ بقى ايه في التسوية بتاعتها. فالمهم في الوقت بقى اللي انا حطيت فيه دبابيس الفراخ في التلاجة علشان تقعد في التتبيلة شوية، قلت بقى ايه اجهز الصنف التاني. جبت كده حلة حطيت فيها شوية زبدة وشوية زيت وعود قرفة، واحدة لومي وقرنفل ومكعب مرقة دجاج، وكمان ده كركم. ولو بقى انا ما عنديش كل الحاجات دي، ممكن جدا جدا ان انا اجيب البهارات الجاهزة اللي هي بتاعة الكبسة. بتبقى برضو حلوة قوي قوي وبتدي نفس النتيجة وبتغنيني عن ده كله. بس انا عشان ما عنديش بقى بهارات الكبسة فقلت بقى ايه انا اعمل الطريقة دي، وبرضو بتطلع معايا يعني حلوة قوي، والرز بيطلع طعمه تحفة بجد. المهم كنت غاسلة بقى الرز ومصفياه طبعا. وبعد بقى ما شوحت كل التوابل كويس جدا مع السمنة والزيت كده، بدأت ان انا انزل بالرز كده واديله تشويحة هو كمان. وكنت طبعا غالية مية علشان خاطر ايه يعني بحب ان انا احط مية سخنة على الرز عشان يطلع معايا مفلفل كده وحلو. وبعد كده بقى ايه زودت شوية ملح مش كتير عشان انا كنت حاطة مكعب مرقة، وحسيت ان اللون يعني مش هيطلع معايا اصفر قوي، فزودت شوية كركم كده بس. وهغطيه بقى واسيبه ايه يستوي. كانت بقى الدبابيس بتاعة الفراخ قعدت كده في التتبيلة شوية. هبدأ بقى ايه ان انا اجهزها علشان اسويها. زي ما انتوا شايفين بقى ده الدقيق اللي احنا ايه تبلناه مع بعض في الاول. زي ما انتوا شايفين كده انا باخد الدبابيس انزلها في الدقيق، وبعد كده حاطه جنبي بولة جواها مصفى وجواهم ميه. وبعد كده بقى باخد الدبابيس من الدقيق انزلهم في الميه علشان خاطر يعملوا كفر حلو جدا، علشان خاطر انا هعمل بيهم دبابيس مقرمشه. وبعد كده ببتدي ان انا اخرج المصفى كده من الميه، فبيتصفوا بقى معايا بمنتهى السهوله. الحركه دي حلوه جدا جدا زي ما انتوا شايفين كده. يعني بدل ما اغطسها في الميه وبعد كده اخرجها بالمعلقه من غير مصفى مش هتتصفى معايا كويس، لكن كده بتبقى سهله قوي. وبعد كده برجع انزلها بقى ايه في الدقيق تاني اللي هو المتبل ده. وبعد كده لو عايزاه بقى ان هي يكون ليها كفر عالي قوي وقرمشه اعلى، بعملها مرتين. يعني بحطها في الدقيق تاني وبعدين في الميه تاني وبعدين في الدقيق مره كمان. يبقى انا كده حطيتها في الدقيق كام مره؟ مره، وبعدين في الميه، وبعدين في الدقيق، وبعدين في الميه، وبعدين في الدقيق. وده كده يعني ايه الخطوه كده الاخيره. وحاطه جنبي صينيه بقى عشان ايه ارص فيها كل اللي انا هعمله. وانا هعمل على قدي انا والبنات علشان خاطر يعني بابا البنات مش موجود بيجي بالليل متأخر. فالفراخ دي ما تتاكلش الا وهي سخنة. فهخلي بقى ايه يعني ني كده في التتبيلة في التلاجة علشان اعمله طازة بالليل.
فالمهم قلت اعمل بقى كمية على قدنا كده احنا التلاتة. فانا عايزة اقول لكم ان انا حابة ان الفيديو يكون فيديو متخصص، يعني على ان القناة بتاعتي متنوعة وفيها حاجات كتير، يعني فيها ريفيوهات، فيها روتينات، فيها اكلات، فيها دردشة، فيها نصايح، فيها كل حاجة. بس انا حابة ان الفيديوهات تكون متخصصة، يعني زي النهاردة كده الفيديو كله عبارة عن طبخ وبس. فيديو تاني تدخلوا تلاقوا فيه مثلا ريفيوهات وبس. فيديو تالت اتكلم معاكم فيه عن تجربة شخصية ليا، عن حاجة انا مريت بيها علشان تاخدوا منها يعني مثلا معلومة. يعني المهم ان كل فيديو انا حابة ان هو يكون متخصص، لان انا بصراحة بحس ان الفيديوهات بتاعة الروتينات اللي داخل فيها حاجات كتير مع بعض ممكن يعني اللي بيتفرج يزهق منها، لان في ناس ليها في الطبخ وملهاش في التنظيف، في ناس ليها في التنظيف وملهاش في الطبخ، فبيبقوا مش عارفين يتفرجوا على ايه. لكن لما الفيديو يكون متخصص انا شايفة ان هو كده هيكون احسن. فدلوقتي بعد بقى ما جهزت الفراخ خلاص على التحمير، بدأت بقى ان هنا كنت جايبة اللبانة دي، حطيت فيها 3 كوبايات مية وكوباية لبن، وكنت جايبة اللي هو الباكو بتاع شوربة الدجاج او شوربة كريمة الدجاج، حطيته وحطيت معاه كمان شوية ماجي بودر او مكعب مرق الدجاج يعني اللي متوفر بقى، وشوية فلفل اسود، وقلبت على البارد. وبعد كده ولعت بقى عليها، وولعت على الزيت برضو علشان طبعا تحمير الفراخ المقرمشة دي بيعوز زيت يكون سخن جدا جدا وزيت كتير. فانا طبعا عشان ما استهلكش زيت كتير قوي فجبت حاجة صغيرة علشان تاخد يعني كمية زيت مش كبيرة قوي، وفي نفس الوقت اعمل على مرحلتين مش مشكلة. فحطيت كده 3 دبابيس بس، ولما يستووا كويس ابتدي ان انا اطلعهم واحط جزء تاني. لكن لو جبت حاجة كبيرة تاخد الكمية كلها هتاخد مني بصراحة كمية زيت كبيرة جدا. فبدأت بقى ان انا اغطيها كده واوطي عليها عشان تستوي من جوه كويس جدا. وبعدين بدأت ان انا اقلبها بقى شوية بشوية. لقيت عندي مساحة فاضية كده فقلت خلاص احط واحد كمان علشان خاطر يعني الدنيا تسرع معايا شوية. فزي ما قلت لكم بقى كده كل الفيديوهات ان شاء الله اللي جاية ومن الفيديو اللي فات زي ما قلت لكم هتلاقوا كمان في سلسلة فيديوهات اللي هي اسمها انجزي مهمة واحدة في يومك. اللي شاف الفيديو اللي فات هيعرف انا بتكلم عن لان انا شارحة الفكرة في الفيديو اللي فات كويس جدا جدا. فالمهم هتلاقوا بقى قوائم تشغيل في القناة، كل قائمة تشغيل هتلاقوا بقى اللي فيها ريفيوهات بس، اللي فيها اكلات بس، يعني هتلاقوا كل قائمة تشغيل متخصصة لحاجة، علشان اللي بيحب حاجة معينة ان هو يتابعها يلاقيها بسهولة. هنا بقى كان الرز بتاعي زي ما انتوا شايفين كده استوى، وريحته بقى قلبت البيت، بيبقى ريحته حلوة جدا جدا اللي هو رز الكبسة ده. بس انا عن نفسي بحب الرز العادي اللي هو البلدي بتاعنا، مش بحب قوي البسمتي. فيعني بعمل العادي اكتر. فبدأت بقى ان انا اغرف كده في البولة اللي هي شكل القلب دي، عشان ادلع البنات يعني كده شوية وندلع نفسنا حبة، زي ما بيقولوا كده يعني العين بتاكل قبل الفم. فقلت كده اعمل لهم بقى طبق شكله حلو كده علشان نفسهم تتفتح على الاكل، فمفيش حد هياكل الا انا وهم، بس برضو ندلع نفسنا. فالرز طلع معايا مفلفل جدا زي ما انتوا شايفين، ولونه تحفة بجد، وبرده ريحته وطعمه حلو قوي قوي قوي. عايزة اقول لكم ان الفراخ بقى لما اخدت التحميرة بتاعتها نقطة مهمة جدا جدا انا بعملها علشان ما تطرش معايا بعد كده، وهي ان لازم اخرجها من الزيت على مصفى مش على مناديل. لما بتخرج على مصفى كده وتبتدي ان هي تنزل بواقي الزيت بتاعتها وتبرد بسيط بتفضل مقرمشة معايا. وده كده كان شكلها بقى زي ما انتوا شايفين، شكلها كده يفتح النفس. ودلوقتي هسمعكم صوت القرمشة عامل ازاي، علشان يعني المقطع بتاع صوت القرمشة ده يعني ياخد لوحده 100 لايك كده. فما تنسونيش بقى باللايكات الحلوة بتاعتكم. كانت الشوربة بتاعتي برضو جهزت، وعندي بقى مخلل، بس مخلل الخيار ده مش اي مخلل، ده انا اللي عاملاه وكان رائع بجد. المخلل الخيار الصغير لما يعني الخيارة كده بتبقى صغيرة بيطلع بجد طعم جدا جدا. بدأت بقى ان انا اصب برضو الشوربة كده. الحتة دي بقى كان لازم تتصور بصوت، بصوا انا عايزاكم تسمعوا الصوت، بصوا القرمشة. ايه رأيكم بقى؟ الفيديو ده يستاهل كام لايك؟
ويستاهل يعني كده، بيتهيألي كومنت حلو كده تشجعوني بيه. فيا رب الفيديو بقى النهارده يكون عجبكم وتكونوا استفدتم منه ولو بحاجة بسيطة صغننة خالص، واشوفكم قريب في فيديو جديد. باي باي.